العشر الأواخر من رمضان. ليست ليال عادية، هذه خاتمة الشهر، هذه لحظة الحسم، ليالي العتق من النار، أيام مغفرة الذنوب، أيام تبديل الأقدار. كم من إنسان ضاع رمضان منه بلا انتباه، ثم أدركته ليلة من هذه العشر المباركة فغفر الله له وفرج همه وفتح عليه. في هذه الليالي ليلة قال الله عنها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة عظيمة، ليلة تتغير فيها الأقدار، أقدار كثير من الناس، تغفر فيها الذنوب وتفرج فيها الكروب وترفع فيها الدعوات، تفتح فيها أبواب السماء وتتنزل فيها الرحمات وتكتب العطايا. فانتبه لنفسك، لا تضيعها، لا تفرط فيها، لا تقول سأبدأ غدا، بقي وقت يسير. الوقت الآن، الفرصة الآن، الباب مفتوح الآن. شد همتك الآن، صحح مسارك الآن، ارجع إلى الله، الزم مسجدك، الزم مصحفك، أطل السجود، أكثر من الدعاء وقراءة القرآن والقيام، وأكثر من الاستغفار، وتصدق بالليل، وقل لنفسك: هذه ربما آخر عشر. كم من إنسان كان معنا رمضان الماضي واليوم أصبح تحت التراب ينتظر الحساب. والله لو علمت القلوب حقيقة هذه الليالي ما ضيعت لحظة واحدة منها. هذه العشر هي الختام، هي الفوز، هي الفرصة الأخيرة لمن فرط وقصر. فلا تكن ممن يقضونها في الأسواق أو أمام الشاشات أو السهر الفارغ الطويل. قم الآن، أدركت الفرصة، احمد الله. العشر الأواخر ليست عبادة فقط، بل تصفية قلوب. صف نيتك، نقي قلبك قبل دعائك، فإن كان عندك مظلمة لأحد فبادر بردها أو اطلب السماح والعفو قبل فوات الأوان. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يليق بقلب يرجو ليلة القدر مغفرة الله عز وجل وهو ظالم. انتبه من الظلم، انتبه من القسوة، انتبه من الحقد، انتبه من سوء الظن وأمراض القلوب. طهر قلبك قبل أن ترفع يديك بالدعاء، فالله ينظر إلى القلوب قبل الأعمال. استقبل الشهر بترك المظالم وكف الأذى، الإحسان للناس ولين الكلام وحسن الخلق، وأول الناس أهل بيتك. فما قيمة قيام الليل وقلب يؤذي؟ ما قيمة الدموع في السجود وظلم للناس؟ اترك الخيانة، اترك الغدر، اترك الأذى. العشر الأواخر عبادة وأخلاق وقلوب نقية، فطوبى لمن دخلها بقلب سليم نقي، وطوبى لمن خرج منها مغفور له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله، خلاص عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بلغنا الله وإياكم إياه.